صباح الخير، كيف صبحتوا؟ مزيانين بخير؟ على خير ان شاء الله تكون بخير. اليوم غادي نعمل لكم هاد الكيكه هاديه، جربوها وقلنا رايكم. واللي اول مره كيدخل عنا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله جميعا. وانا نحطها ونوريكم كيف جات صافي الكيكه نحطها. المهم نقطعوها ونشوفوا، هي كيكه غزاله جات. جربوها بهذه الطريقه وبهذه المكونات ان شاء الله. هي بقى عندي سخونه، جربوها وقولنا رايكم. واللي اول مره كيدخل عنا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا اللي كيتبعنا، وشكرا لكم كاملين، واللي كيدعمنا بارك الله فيكم. وجربوا الكيكه بالتوفيق للجميع ان شاء الله. يلا نبداو في الوصفه. كيف صبحتوا؟ السلام عليكم. بعدا كيف نتوما؟ مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نعملوا هذا الكيكه. انا عملت 2 كيسان الطحين وش الغربه اللي نزبقت المسائل اللي هي ناشفه وننزلها. كيسان الطحين قدامكم. المقادير غنقولوها حنا كنخدموا. نزيد النص باش انا كنعمل على حسب عيني وميزاني ماشي، ولكن هنايا معكم نتوما غادي نعمل 2 كيسان الطحين ماشي. وغنعمل معلقه ديال الخمره الحلوى، غادي معلقه شويه معها. كيف صبحتوا؟ مزيانين بخير وعلى خير. انا عملت هادشي هذا، عملت هنا 2 كيسان ونص طحين، معلقه الخميره الحلوى، معلقه واحد فتيوته معاها ماشي، ورشه ديال الملح طبعا. نخليو هادشي هنا. يلا هنا ماشي مشكله، نجيبو نعمل كلشي في الخلاط. عندي كلشي غنعملو في الخلاط هنايا. عندي 3 البيضات، انا غنعمل 3. بسم الله. شوف البيض ديالي صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا 3 دقائق كتسمعوه، معليش. 3 البيضات. غنعمل كاس السكر. هذا كاس السكر عادي، لا المقدار على طبيعة الطحين هو هذا ماشي. وعندي هنا نص كاس الزيت، نص. نديرو الخلاط. بسم الله. غنضربها. غنضربها ونرجع لكم شويه. فهاد اللحظه انا غنزيد الزيت، ماشي ضربتها غنزيد الزيت. نتوما تعرفوا القضيه ديال الكيك، كلشي دابا كيعرفها الحمد لله. وضربنا الزيت والسكر حتى ذاب، وضربنا البيض. ودابا غنعمل هاد كاس ديال الدانون.
ضربنا الزيت وعملت هنا الكاس ديال الزمن، وهادو غنعمل هنايا هذا المسخون ماشي، وغنعمل مكعبين الزبده هاي يعني معلقه تجي صايره هكذا. جربوها وغادي نضربهم تاني، نضربهم مزيان ونرجع نعمل لبن اللي انا كنت نسيتها. نعقد هذه اللي صايره معليش. عندي فانيليا خام فكنعملها غير شويه، ما كنعملش بزاف باش ما تمررليش هي الكيك. ونضربوها عاوتاني صافي. غنديرو هذا المكونات هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا انا نخلط هادو مع بعضهم. بسم الله. وغادي نعملو هذا الخليط اللي عملناه، ونخلطو هيدا. انا هنايا كنقيس العجينه واش مزيانه، واش هي هذيك ولا لا. علاش؟ اذا جات قصحه بزاف ما كتجيش مزيانه، اذا فيها طحين بزاف ما كتجيش مزيانه. في العاده كنعملو جوج الكيسان ونص. هي هذيك نزيد لها شعات صافي. جوج كيسان ونص طحين مزيان هادوك كلها غنزيدو لها معلقه د الخل فقط. الخل كيعطيها واحد الهشاشه. وهذا المسخون اللي عملت له هذا الماء اللي غاليان مزيان كيعطيها رطوبه حتى هي، والزبده كتجي فيها زينه بالريحه ديالها وزايره كتجي. وجربوها بهذه الطريقه. انا علاش البيض ديالي ستيتو على داكشي عملت غادي نجيب الصينيه. عندي هنايا واحد شويه ديال الشوكولاته اللي هي حبيت نعملها لها من داخل. غادي نعملها هنايا. بسم الله. انا دهنا الصينيه بالزبده وعاملاها في الثلاجه ماشي. عاملاها في الثلاجه حتى بسم الله. هادو انا بصراحه هادو البويات كيجيو قويين وصافي، ولكن هما مخلطين هنايا ما بغيتش نبقى
صافي ندخلوها الفران، ندخلوها الفران نرجعكم ان شاء الله. ها هي جبتها من الفران ان شاء الله، هي باقا سخونه. نشوف واش نقدر الكيكه ديالنا ما شاء الله باقا سخونه، باقا كتغلي. شوفوا جربوها وقولنا رايكم، باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. معليش انا بسم الله، ها هي كنقطعها وهي سخونه. شوفوا كيفاش كتجي، هي السر ديالها في ديك الزبيده وديك الماء سخون. ماشي جربوها وقولنا رايكم باش يوصلكم، واشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا اللي كيتبعنا وشكرا اللي كيدعمنا. ونشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده باذن الله.